طبعا اتعودنا ان التبرعات غالبا تجمع للأعمال الخيرية، انما ان الشعب المصري يجمع كله تبرعات عشان يعمل التمثال ده، اكيد الحكاية لها حدوتة. وعشان نعرف تفاصيلها يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أوقات كتير الأعمال الفنية بتكون لها دلالة خاصة في الإشارة للأحداث السياسية اللي بتمر بيها البلاد، وتمثالنا النهاردة أكبر دليل على كده، لأنه اتنفذ في فترة كانت مصر بتطالب فيها بالاستقلال والحرية والنهضة. والحكاية بترجع لفنان مصري عظيم هو المبدع محمود مختار، واللي تفوق في كلية الفنون الجميلة وكان الأول على دفعته. بعدها سافر لباريس وصنع في فرنسا مجموعة من التماثيل لمشاهير العصر في أوروبا والمشرق. وخلال الفترة دي كان تم الإفراج عن سعد زغلول ورفاقه، واللي سافروا مع باقي أعضاء الوفد إلى باريس. وهناك شافوا في معرض الفنون الجميلة السنوي اللي بيقام في باريس النسخة المصغرة من تمثال نهضة مصر اللي عمله محمود مختار. والتمثال على هيئة فلاحة مصرية تستنهض أبو الهول من سباته العميق، ليربط بذلك بين نهضتنا المعاصرة وتراثنا المصري القديم. وطبعا التمثال نال إعجاب المحكمين وحصل على شهادة تقدير كمان. ووقتها كتب سعد زغلول ورفاقه إلى مصر بيشجعوا على إقامته في مصر. والجميل في القصة أن الشعب المصري عمل حملة جمع تبرعات عن طريق صحيفة الأخبار المصرية لإقامة هذا التمثال في مصر. والأجمل أن الفقير والغني تبرعوا، وكملت الحكومة نفقات إقامة التمثال واتعمل بالفعل، وتم وضعه في ميدان باب الحديد اللي هو رمسيس حاليا. وبعدها تم وضع تمثال رمسيس مكانه، واتنقل تمثال نهضة مصر لمكانه الحالي بميدان جامعة القاهرة. ولأن تمثال نهضة مصر كان أول تمثال يوضع في ميدان ما يكونش الشخصية من الأسرة المالكة كالمعتاد وقتها، بالإضافة أنه أول تمثال كمان لنحات مصري بيعبر فيه عن ثورة الشعب وثورة في القيم الفنية، أصبح التمثال أيقونة وشعار لعدد من الهيئات والشركات والمؤسسات، وكمان ظهر على العملات الورقية وطوابع البريد في مناسبات مختلفة. إنه تمثال نهضة مصر يا سادة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ويا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.